خليني أقول لك حاجة مهمة جدا. الأوائل مش أذكى منك. أيوة، زي ما سمعت. هم مش أذكى ومش عندهم عقل خارق، بس عندهم طريقة مختلفة. الفيديو ده هيغير فكرتك عن الذكاء والمذاكرة، ولو فهمته صح نظرتك لنفسك هتختلف. النقطة الأولى، الذكاء مش اللي بيفرق. إحنا اتربينا على فكرة إن الأوائل أذكياء بالفطرة، بس الحقيقة غير كده. الذكاء لوحده عمره ما كان سبب التفوق. في ناس ذكية جدا ومش ناجحة، وفي ناس عادية وبتطلع من الأوائل. الفرق مش في العقل، الفرق في إزاي العقل بيتستخدم. النقطة الثانية، الأوائل بيفهموا اللعبة. الأوائل فاهمين إن المذاكرة مش حفظ، هي فهم تنظيم بلاس تكرار، صح؟ هما مش بيذاكروا أكتر منك، هما بيذاكروا أذكى منك. عارفين إيه المهم، وإيه تاخد عليه درجات، وإيه يتراجع وإمتى. النقطة الثالثة، الغلط عندك مش كسل. كتير من الناس فاكرة إنها فاشلة أو كسولة، بس الحقيقة إن أغلبنا بيتعب، بس بيتعب في الغلط. تذاكر ساعات طويلة من غير خطة، من غير مراجعة صح، من غير ما تسأل نفسك أنا فاهم ولا بحفظ. وده مش ضعف منك، ده بس طريقة غلط. لو الكلام ده لمس حاجة جواك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان المحتوى ده يكامله ويوصلك كل جديد. النقطة الرابعة، الأوائل بيغلطوا. عادي، الأوائل مش ناس كاملة، بيغلطوا، بينسوا، وبيزهقوا. بس الفرق إنهم ما بيقفوش عند الغلط. الغلط عندهم خطوة، مش حكم نهائي. انت ممكن تغلط زيهم، بس المهم تعمل ايه بعد الغلط. النقطة الخامسة، هم ملتزمين مش متحمسين. التحفيز بيجي ويروح، لكن الالتزام هو اللي بيفضل. الأوائل مش دايما عندهم شغف، بس عندهم نظام. وقت مذاكرة ثابت، طريقة ثابتة، مراجعة ثابتة. حتى في الأيام اللي مش طايقين فيها المذاكرة بيعملوا اللي عليهم وخلاص. النقطة السادسة، المقارنة هي اللي مدمراك. طول ما انت بتقارن نفسك بغيرك عمرك ما هتتحرك. الأوائل ما بدأوش أوائل، بدأوا عادي جدا، بس ركزوا على نفسهم ومشيوا خطوة خطوة. قارن نفسك بنفسك امبارح، مش بحد تاني. خلاصة الكلام خليني أختصرها لك. الأوائل مش أذكى منك، هم بس فاهمين بيذاكروا إزاي، منظمين وقتهم، بيراجعوا صح ومكملين حتى وهم تعبانين. ولو غيرت طريقتك مش ذكائك النتيجة هتتغير. لو عايز تبقى أحسن ابدأ بطريقة أحسن، وفي الفيديوهات الجاية هقولك إزاي تذاكر بذكاء وتطلع أقصى حاجة من إمكانياتك.